السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عاجل: بن موسى يستدعي ال FNE للحوار، والنقابة تطالب بجدول أعمال واضح وتنتظر قرار التنسيق. إليكم التفاصيل. قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطني للتعليم ال FNE عبد الله غميميط إن المكتب الوطني لنقابته تلقى يوم الأحد اتصالا هاتفيا من وزارة التربية الوطنية قصد عقد لقاء مع مكتب الجامعة يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023 بحضور وزير التربية الوطنية والمكلف بالمالية. وأوضح في تصريح أن مكتب الجامعة ال FNE طلب مراسلة مكتوبة من الوزارة إلى ال FNE بجدول أعمال واضح قبل أن يعرض الدعوة على التنسيق الوطني لقطاع التعليم للتداول قبل الرد رسميا على الوزارة. وأشار غميميط إلى أن الجامعة الوطني للتعليم ملتزمة ميدانيا ونضاليا مع جميع التنسيقيات والإطارات المناضلة من أجل إسقاط ما وصفه بنظام المآسي وإعادته للحوار وإسقاط التعاقد وضمان الحريات النقابية وإلغاء الاقتطاعات نهائيا واسترجاع السرقات التي تعرضت لها أجور المضربين. وقال أيضا إن الجامعة تطالب بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع إعمال الأثر الرجعي المالي والإداري وجبر الضرر الجماعي للفئات المتضررة والزيادة العامة في الأجور بنسبة 100% وإسقاط شرط تسقيف السن في 30 سنة. وشدد على ضرورة الاستجابة للمطالب العامة والفئوية بما في ذلك إدماج أساتذة التعليم الأولي في نظام موظفي وزارة التربية الوطنية، واعتبار أولوية قطاع التعليم على باقي القطاعات كمدخل أساسي للنهوض ببلدنا على جميع المستويات من خلال القطع النهائي مع العمل بالعقدة والوساطة. تأتي دعوة بن موسى لنقابة ال FNE بعد مرور حوالي عام عن آخر لقاء حضرته رفقة النقابات الأربع قبل أن تستكمل الوزارة لقاءاتها بخصوص النظام الأساسي دون ال FNE بسبب عدم توقيعها على اتفاق 14 يناير 2023. وعبرت النقابة في أكثر من مناسبة عن إدانتها لما تسميه إقصاء محملة وزير التربية الوطنية شكيب بن موسى مسؤولية إبعادها من الحوار القطاعي، داعية إياه بالتراجع الفوري عن هذا الإقصاء. وقال بلاغ سابق للمجلس الوطني إنه تدرس بكامل الامتعاض والاستغراب ما سماه بالإقصاء الفضيحة للجامعة الوطني للتعليم FNE من الحوار الذي باشرته وزارة التربية الوطنية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية انتقاما منها على موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023 الذي جاء مخيبا لآمال وانتظارات نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع في تلبية مطالبهم العادلة والمشروعة وحل ملفاتهم العالقة والمتراكمة بما يضمن الإنصاف وجبر الضرر وتملصا من تفعيل اتفاقات والتزامات سابقة سواء من طرف الحكومة أو الوزارة، وفي مقدمتها اتفاقية 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022. واعتبر المصدر ذاته تهريب الحوار بإقصاء مكشوف وفعلي للجامعة الوطني للتعليم FNE كنقابة حصلت على التمثيلية وشكل أكبر إساءة للعمل النقابي الجدي والمسؤول ومناورة تستهدف تمرير المخططات التراجعية والالتفاف على المطالب العادلة والمشروعة الفئوية والعامة والمشتركة للشغيلة التعليمية وعلى مطالب التعليم العمومي الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء شعبنا بمختلف المناطق. اتفاق 10 دجنبر. يوم الأحد أعلنت الحكومة المغربية عن اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية يقضي بزيادة عامة في أجور كافة النساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم بمبلغ شهري صاف حدده في 1500 درهم يصرف على قسطين متساويين فاتح يناير 2024
وفاتح يناير 2025. وجاء هذا الاتفاق في ختام اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة ومراجعة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم. وتشمل الزيادة في الأجور جميع فئات موظفي قطاع التربية الوطنية من الأساتذة والملحقين التربويين والمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، إضافة إلى المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. وإلى جانب الزيادة في الأجور، اتفق الجانبان على مجموعة من الملفات الأخرى، من بينها الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة خارج السلم لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة الخامسة بمبالغ شهرية يساوي 1000 درهم. كما تم الاتفاق على منح تعويض كلي أو تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين، ومنح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم. وتوصل الاتفاق أيضا إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات على أن يكون الحد الأدنى لتصحيح الامتحانات هو 1000 درهم، ومراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتحويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة بمزاولة مهام الإدارة التربوية بنفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب. وهم الاتفاق أيضا الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30% مع جعل القيام بها اختياريا، وفتح بصفة انتقالية ولمدة محددة إمكانية تغيير الإطار من إطار مستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في درجة الممتازة خارج السلم إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي. كما تم الاتفاق أيضا على منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية السلم 10 الذي يتم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023 أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى سلم 11 بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات. كما سيتم منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و 2023 الذين قضوا 2 سنين من التكوين الأقدمي اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة، تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة. كما تم الاتفاق أيضا على تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة الذين تم توظيفهم الأول في سلم 7 أو سلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد. شكرا لكم.